يا مساء الجمال والرضا على كل اللي بيشوفونا. معاكم قناة هحكي وما تستغربش. والنهاردة الحكاية مش أي حكاية، دي حكاية تخلي الواحد يسأل هو في كده في الدنيا؟ احنا هنفتح خزنة أسرار سمراء النيل مديحة يسري، الست اللي مصر كلها كانت بتحلف بجمالها، شافت وجع مفيش بشر يتحمله. قناة هحكي وما تستغربش هتقول لكم النهاردة اللي محدش قاله قبل كده، عن الصدمة اللي خلتها تطفش من بيتها وهي مش شايفة قدامها، والسر اللي خبيته تحت سريرها سنين. اسمعي الحكاية دي من هحكي وما تستغربش، عشان اللي هتعرفيه النهاردة انفراد حقيقي. مديحة يسري أو هنومة خليل بنت القلعة الأصيلة، جمالها ما كانش مجرد وش حلو، ده كان جمال عالمي، لدرجة إن مجلة تايم الأمريكية اختارتها سنة 1948 كواحدة من أجمل 10 وجوه في الكوكب كله. وعارفين السر اللي مديحة حكته للمقربين؟ إنها لما راحت تصور أول فيلم مع محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، خاف من جمالها وقال للمخرج البنت دي عيونها فيها سحر ممكن يخلي الناس تغفل عن الألحان. مديحة بدأت مشوارها وهي خايفة وبتهرب من الكاميرا، بس النصيب كان راسم لها تكون سمرة النيل اللي ملامحها بقت ماركة مسجلة للجمال المصري في كل مكان. نيجي بقى للسر اللي شقلب حياتها 180 درجة. ابنها عمرو من الفنان محمد فوزي. عمرو ده كان بطل رياضي، شاب زي الورد، وفي ليلة صعبة جدا حصلت حادثة عربية خلت عمرو يودع الدنيا في تانية. مديحة في اللحظة دي الدنيا سودت في عينها، ومن كتر الحزن شعرها لونه اتغير في ليلة واحدة. واللي مديحة خبته سنين إنها فضلت عايشة مع ابنها لغاية آخر يوم في عمرها. كانت شايلة صندوق رخام صغير تحت سريرها، فيه إيه بقى؟ فيه الساعة اللي كانت في إيد عمرو وقت الحادثة وهي مكسورة، ومفاتيح عربيته، والقميص اللي كان لابسه عليه دمه. كانت كل يوم قبل ما تنام تفتح الصندوق ده وتشم ريحة ابنها وتكلمه وتعيط. الوجع ده هو اللي خلى هنومة إنسانة تانية خالص، وخلاها تحس إن الدنيا مفيش فيها أمان. ومش بس كده، مديحة شافت أيام صعبة محدش يتخيلها. لما الدولة صدرت كل ثروتها والبيت اللي كانت عايشة فيه، مديحة لقت نفسها في الشارع ومعهاش غير مبلغ بسيط جدا. والسر اللي محدش قاله إنها اضطرت تبيع مجوهراتها الغالية عشان تقدر تدفع إيجار شقة صغيرة وتعيش بكرامتها. مديحة بنت القلعة مطلبش مساعدة من حد، وفضلت واقفة على رجليها لغاية ما وقفت على حيلها ورجعت كملت مشوارها من جديد. ليه مديحة راحت لسكة الزهد؟ الحكاية بدأت برؤية شافتها في المنام، شافت فيها ابنها عمرو وهو بيبتسم لها وماسك سبحة. مديحة حست إن دي رسالة، ومن هنا بدأت رحلتها مع التصوف. بقت تروح مقامات آل البيت وهي متنكرة، وتقعد بالساعات في السيدة نفيسة تطلب الراحة من ربنا. وقررت تبني دار للعبادة ومسجد كبير على طريق الفيوم، وصرفت عليه من تعبها وشقاها، وتبعت كل طوبة فيه عشان يكون صدقة جارية ونور لابنها في قبره. أما علاقتها بمحمد فوزي فدي كانت قصة حب مصر كلها بتحكي عنها، بس النصيب كان ليه رأي تاني، وحصل خلاف كبير خلى مديحة تحس إن كرامتها فوق أي حب. لمت شنطتها ومشيت من غير ولا كلمة، والسر اللي يثبت إنها ست ب100 راجل إنها لما فوزي مرض وتعب، مديحة هي اللي وقفت جنبه وصرفت على علاجه لآخر يوم، وفضلت مخلصة ليك أم لابنه لغاية ما ودعته بدموعها. وعارفين إن الملك فاروق كان معجب بيها جدا وعرض عليها حاجات كتير، بس هي رفضت بكل كبرياء. مديحة ما كانتش بتبيع مبادئها أبدا. عارفين إن مديحة يسري كانت الصديقة الوحيدة اللي الملكة فريدة كانت بتثق فيها بجد. مديحة كانت بتدخل القصر الملكي من غير استئذان، وهي اللي كانت بتطبطب على الملكة في عز وجعها وخلافاتها مع الملك فاروق. والسر الأكبر إن مديحة كانت همزة الوصل اللي بتنقل الرسائل المستخبية بين الملكة وأهلها لما الدنيا كانت بتتعقد جوه القصر. وفي حفلة من حفلات القصر، الملك فاروق انبهر بجمال مديحة وبذكاء عقليتها، وحاول يتقرب منها بعروض خيالية ومناصب، بس مديحة بذكاء وكبرياء هنومة بنت القلعة عرفت تنسحب بوقار ومن غير ما تخلي الملك يشيل منها أو يغضب عليها، وقالت لصاحبتها المقربة أنا نجمة في السماء وبحب أطير في العالي، مش جارية في قصر ملهوش أمان. مديحة لما دخلت طريق ربنا وبدأت تذوق حلاوة القرب من آل البيت، ما كانتش بتدور على لقطة ولا كاميرا، كانت بتلبس هدوم بسيطة جدا وتداري وشها بطرحة عادية عشان محدش ياخد باله منها، وتدخل تقعد وسط الستات الغلابة في مقام ستنا السيدة نفيسة وتسمع وجعهم. وفي مرة وهي قاعدة بتذكر ربنا، لقت ست غلبانة جنبها بتبكي بحرقة وبتحكي وجعها لربنا. مديحة من غير ما الست تحس قلعت غويشة دهب تقيلة من ايدها وهي بتقول لها بصوت واطي ورايق دي رزقك اللي بعته ليكي صاحبة المقام، خديها وما تستغربيش، ربنا كريم قوي. الست ما كانتش مصدقة، ومديحة انسحبت في هدوء وهي بتبتسم، والسر ده مطلعش للنور غير بعد سنين طويلة.
نيجي بقى لسر الوفاء اللي ملوش حدود. لما محمد فوزي وقع في أزمة مالية صعبة جدا بعد ما شركته اتصدرت، مديحة من وراه ومن غير ما يحس بكسرة نفس باعت أغلى خاتم ألماظ عندها عشان تسدد ديون كانت محاصراه وتنقذ اسمه في السوق. والسر الصادم اللي محدش يعرفه إنها يوم وفاته لقت ساعته اللي كان لابسها وقفت في نفس اللحظة اللي روحه طلعت فيها. مديحة خدت الساعة دي وشالتها في صندوق رخام صغير وفضلت محافظة عليها لآخر يوم في عمرها، وكانت بتقول: فوزي روحه لسه حواليا، فوزي مستنيني، والساعة هترجع تدق تاني لما نتقابل. عارفين إن مديحة يسري اتعرضت لخيانة مفيش ست تتحملها؟ أعز صديقة ليها اللي كانت بتدخل بيتها وتنام في حضنها هي اللي خطفت منها واحد من أزواجها. مديحة شافتهم بعينيها في وضع خيانة، والسر الصعب إنها مطلعش منها العيبة، لا، لمت هدومها في صمت ومشت وهي بتقول: اللي يبيعني برخيص ما يلزمنيش حتى لو كان غالي. الخيانة دي هي اللي خلت مديحة تقفل قلبها بالضبة والمفتاح سنين طويلة وتركز بس في فنها وابنها. مديحة ما كانتش مجرد وش حلو، دي كانت عقلية سياسية جبارة. عارفين إن الرئيس السادات كان بيعتبرها مستشارة ثقافية من خلف الكواليس؟ وفي مرة مديحة هي اللي اقترحت عليه فكرة تكريم الفنانين في عيد الفن، وقالت له جملة السادات فضل فاكرها لغاية ما مات. قالت له: يا سيادة الرئيس، الفنان هو القوة اللي بتبني وعي الناس من غير ما تحس، اكسب الفنانين تكسب الشعب. ومن بعدها السادات بقى بيثق في رأيها جدا، وبقت هي الواجهة اللي بترفع رأس مصر في المحافل الدولية. بص يا ستي، الفنانة اللي كانت مالية الدنيا بدلالها وطعامتها طلعت في الجد ب100 راجل في الخمسينات، وقت ما كانت الدنيا والعة سياسي. سافرت لبنان والكل افتكر انها رايحة تصيف، بس الحقيقة انها كانت شايلة أمانة توقف القلب. كانت مخبية في الشنطة فيلم صغير خالص فيه تقارير وأسرار مهمة جدا لازم توصل لجهات هناك بتدعم مصر. كانت عارفة إنها شايلة روحها على كفها، فعملت حيلة ما يعملهاش أشطر خبير مخابرات. إيه اللي حصل في المطار؟ يا دوب حطت رجلها في مطار بيروت لقت الجو مكهرب والتفتيش شغال على الكبير، وهي ماشية وبتحاول تبان هادية لقت الضابط وقف قدامها وبكل ذوق بيقولها: يا ست مديحة، مؤاخذة، لازم أبص بصة في الشنطة اللي معاكي. وقتها حست إن الأرض بتلف بيها، بس لمت نفسها في ثانية وفتحت الشنطة وهي بتضحك ضحكة الهوانم اللي تخطف العين. الضابط بدأ يقلب في الهدوم، ولما إيده قربت من علبة البودرة وخلاص هيفتحها حطت إيدها على إيده بنعومة وقالت له بصوت واطي فيه ثقة ودلع: يا سيادة الضابط، دي بودرة غالية ومخصوصة عشان تصوير الصبح، لو فتحتها الهوا هيبوظها ووشي هيتعب. يرضيك مديحة يسري تطلع قدام الكاميرا مطفية وبشرتها تعبانة؟ الضابط من كتر هيبتها وجمالها اللي يربك اتحرج ورجع لورا وراح قفل العلبة واعتذر لها ومضالها على الجواز وسابها تمشي في سلام وبكل وقار. السر اللي مفيش حد قاله قبل كده: خديعة صندوق المجوهرات كانت أذكى مما نتخيل. عشان تشتت عين الضابط حطت طقم مجوهرات فخم جدا في نص الشنطة بشكل واضح عشان الضابط عينه تروح للذهب والألماظ وينسى خالص ينبش في علب المكياج. وفعلا الخطة نجحت والضابط انبهر بالمجوهرات ونسي السر اللي مستخبي في قعر العلبة. التقدير اللي رفضته لما رجعت مصر جهة كبيرة جدا ضربت لها تعظيم سلام وعرضت عليها مبلغ مالي كبير تقديرا لشجاعتها، لكنها رفضت بشموخ وقالت: أنا عملت ده لبلدي. لحظة الانهيار، حكت إنها أول ما ركبت التاكسي بره المطار جسمها كله كان بيترعش زي الورقة، وفضلت تعيط من كتر الخوف والضغط لأنها لو كانت اتمسكت كانت هتضيع وتدخل في قضية كبيرة ملهاش آخر. في سنة 1998 تم اختيارها في مجلس الشورى. مديحة ما كانتش بتروح تقعد وخلاص، دي كانت بتدخل في خناقات قوية عشان تدافع عن حقوق الفنانين الغلابة. عاشت مديحة يسري 91 سنة، شافت فيهم العز كله والوجع كله. وقبل ما تودعنا مديحة سابت وصية غريبة شوية للمقربين منها، قالت لهم: لما اموت مش عايزة جنازة فخمة ولا مهرجانات، عاوزة دعوة صادقة من قلب حد غلبان كنت سبب في فرحته. مديحة ماتت وهي عندها 91 سنة، وفضلت محافظة على ملامحها الهادية والراضية لآخر نفس. راحت لربنا وهي سايبة وراها سيرة عطرة ودرس لكل ست في الكبرياء والجمال اللي بيجي من جوه القلب قبل الوش. دي كانت أسرار سمراء النيل، مديحة يسري، اللي ما كانتش بتتحكي في المجلات. لو الحكاية لمست قلبكم متنسوش تدعوا الهنومة وابنها بالرحمة، واكتبولي في الكومنتات ايه أكتر سر صدمكم في حياتها. واستنوني في الفيديو الجاي مع قناة هحكي وما تستغربش، عشان هنحكي عن الثأر العائلي اللي شتت عيلة فوزي. ليه محمد فوزي رفض أخته هدى سلطان تماما؟ وليه هدد يقتلها لو دخلت الفن؟ حكاية فيها أسرار ودموع هتعرفوها لأول مرة عندنا وبس.
متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.